بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والتحية. صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم يا أحلى متابعين جوه مصر وبره مصر. النهاردة بإذن الله معايا وصفة سهلة وجميلة، وصفة يعني كل المصريين بيحبوها. معايا البمبار. هنعمله بطريقة سهلة وبطريقة مبسطة، وهنعمله في البيت يعني هنعمله بنظافة. طبعا حاجة انت ضامنة نظافتها في البيت احسن ما بتاكليه بره. حاجة جميلة، حاجة طعمه خرافة. وان شاء الله كل اللي هيدوقوا هيحبوا ان شاء الله ويعجب بيه وياكلوا من ايدك. النهاردة يعني معايا كيلو ونص بمبار نضيف زي الفل. طبعا انت غسلاه ومنضفاه ونقعاه بالخل والليمون، وحاجة نظافة يعني نظافة، وانت واثقة في الحاجة اللي انت بتعملها من ايديكي، تبقى واثقة مليون في المية. شوفوا ابيض شفاف ازاي يا جماعة. معايا هنا كيلو ونص ابيض فله فله فله. يعني بصوا وغسلاه ومنضفاه ومراجعه عليه مره واتنين وتلاته، ويعني ابيض من جوه ومن بره. انا بقلبه وبخلي الدهون جوه، وبخلي الحته الناعمه دي هي اللي بره. وطبعا خلطه المحشي كلنا عارفينها، بتبقى سهله وبسيطه، خلطه محشي عاديه. طبعا انا بجيبه كده بقعد اعبيه كده واحده واحده. بتقطعيه بالمقاس اللي انت عاوزاه على حسب رغبتك، كبيره صغيره يعني على حسب رغبتك. طبعا انا بسيب من هنا يعني قيمه سنتي، ومن الجهه التانية قيمه سنتي، بعبيه من الجهتين وببططه كده وبنفض الرز من عليه وبططه كده، بحيث اللي هو يبقى خفيف كده خالص، عشان لما ينزل ان شاء الله الميه ما يعني يقفل من الجهاد ومن الجهاد، يقفل على الرز ويستوي بمنتهى السهولة، او ما كترش فيه الرز. بعبيه كده بمنتهى السهولة وبيبقى جميل وحاجة يعني بصوا نظافة. انتوا ضامنين كل حاجة في ايديكم اهوت، كل حاجة انتوا غاسلينها، ضامنين كل حاجة انتوا بتعملوها بايديكم بتبقوا ضامنينها. بعبي من الجهة دي شوية ومن الجهة دي شوية علشان اوصلهم لبعض، وبطاطه كده وانزل الزيادات وانفض الرز من عليه. وكده ان شاء الله انا هعمل كذا واحدة بطريقة سهلة اهوت خالص، وبعدين اكمل بقى الكمية لوحدي واوريها لكم بقى بعد ما اخلص، عشان الفيديو ما يطولش عليكم. هنا انا بحاول ان انا اسرع ايديا، وحتى انا عاملة مسرعة برضو الفيديو كمان، انا مسرعاه علشان برضو ايه ما يطولش عليكم. اعمل من الجهة دي شوية ومن الجهة دي شوية، وبس بسنتي من هنا وسنتي من هنا. حاجة سهلة خالص وبسيطة وحاجة نظيفة، وانت عاملاها بايديكي وبتفرحي ما بتعملي حاجه بايديك زي ديت، وبتعمليها في البيت احسن ما تشتروا حاجه من بره او تاكلوا بره. كده خلاص انا خلصت الكميه اللي عندي، بسم الله ما شاء الله الكيلو ونص يعني عملوا لي كميه محترمه. هكون انا بقى مجهزه حله ميه، واكون مجهزه بهاراتي اللي انا هسقطها في الميه. عندي ملح وفلفل اسمر وشطه وكمون، نفس البهارات اللي انا بحطها للمحشي. اقوم حاطه البهارات ديت في الميه كده زي ما انتوا شايفين، واقلبها، خدها تقليبه كده. وانزل فيها البمبار واحده واحده كده، اقلبها كده اديها تقليبه، وانزل بقى البمبار اللي عندي. آه، اجيب الكميه جنب كده واسقط فيها بقى البمبار واحده واحده كده. بتنزل طبعا الميه تكون مغليه، بتنزل تقفل على طول. احط طبعا الكميه اللي عندي كلها، وبعد ما اخلص كميه ده بسيبه بقى على النار على حسب ما ياخد معاه ساعة الا ربع ساعة على حسب ما يستوي. طبعا اسيبه براحته خالص، ما استعجلش عليه عشان يبقى الطعم جميل ويبقى مستوي كده، ما يبقاش جامد، يبقى واخد راحته في السوي. طبعا هنا نزل قفل اهوت وبقى شكله جميل اصلا في الميه وهو لسه مستواش، بينزل الميه المغليه بيقفل على طول. طبعا هنا الكميه كبيره على الحله، طبعا لما تيجي تغلي مش هتعرف
المية دي هتنزل منها، فانا هجيب كبشة دلوقتي واشيل كبشتين كده من المية ديت عشان الحلة تعرف تغلي. كيلو ونص، بسم الله ما شاء الله، عملوا كمية حلوة. طبعا هنا المية كتير، بدل ما تبهدلي البوتاجاز انا جبت كبشة كده وبنقص منها شوية علشان تعرف تغلي براحتها، واغطي عليها بقى واسيبها. مجرد ما استعجلش عليها، مجرد ما تستوى ان شاء الله اعمل لها اختبار. مش بالشوكة ولا حاجة، بالمعلقة، لان الشوكة كده كده اصلا بتغرس في اي حاجة، انما المعلقة كده طالما دخلت فيها كده واحس ان هي استوت خلاص، بقى كده بقى زي الفل عندي. باخده بقى بحمره، وارش عليه بقى ملح وفلفل اسمر وشوية بقدونس بقى، واتفرجوا بقى على الجمال والحلاوة والطعم الجميل. الطعم ما اقولكوش يا جماعة، طعم رهيب رهيب وطعمه حكاية. هنا بسيبه بقى، بطلعه بنشره من الحلة وبسيبه كده يتفرد على الصينية عشان يبرد براحته برضو. آه، ما يبقاش في الحلة عشان ما يشربش مية برضو من الشوربة ديت. لا، اسيبوه يبرد براحته. طول ما هو متفرد على صينية واسعة كده بيبرد براحته. واخده بقى مجرد ما 5 دقايق اللي هو شم الهوا كده وبرد، اخده بقى احمره على طول. وكده احمر برضو على قدي يعني الكمية اللي انا عاوزاها، وعيني الباقي في التلاجة اما يبردوا. ويا رب تكون وصفتي عجبتكم ان شاء الله. ودي بقى المرحلة الأخيرة بتاعته، بتاعت التقديم. بيتقدم بالمنظر ده وبالشكل ده، الشكل الجميل الخرافة ده، والطعم رهيب، والطعم الجميل اللي كل المصريين بتعشقه. ما تنسونيش بقى باللايك والشير وتفعلوا لي زر الجرس واشتركوا في قناتي، واللي أول مرة يشوفني يدخل قناتي يشترك لي فيها. مع ألف مليون سلامة.